السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير. حبايبي، اليوم جولة جديدة وفيديو جديد. اليوم جولتنا إن شاء الله في سوق الأربعاء في محافظة سكاريا التركية. طبعا هذا السوق من أكبر الأسواق الموجودة في سكاريا وتركيا أعتقد. طبعا هو سوق شعبي شامل كل ما يحتاجه رب البيت أو ربة البيت بهذا السوق. يعني سوق شعبي ورخيص وكل شيء موجود بيه، يعني الملابس، المفروشات، الزوالي، الملابس الأولاد، البنات، الأحذية، المخضر، المواد المنزلية، كل شيء تلقينه بهذا السوق. طبعا مثل ما قلت لكم سوق شعبي وأسعار تكون جدا مناسبة، يعني فرق عن السوق تقريبا نص السعر. يعني احنا بسكاريا بالشارشة اللي هي مركز المدينة تكون أسعارها هنا بسوق الأربعاء تقريبا نصف سعر السوق الموجود بالمحافظة. طبعا هنا البائع الموجودين بهذا السوق أكثرهم من الطبقة الوسطى، وأنا من الناس اللي يحبون سوق الأربعاء، بحيث ماكو يوم أربعاء أفوت هذا السوق، لأن أسعاره مثل ما قلت لكم مناسبة وحلوة ويونس. طبعا هذا السوق شارع عام من سايدين، ذهاب وإياب. هذا الشارعين على طول الشارعين الذهاب والإياب موجودة هاي البسطات وهذا السوق. طبعا مسافته ما أقول لكم كلش طويلة، ما قايستها يعني أنا، بس هسه من التصوير راح تشوفون الكبر مالت السوق والعدد البسطيات ما شاء الله كلش هواي. فيديو حلو وممتع. إذا حبيتوا مثل هيجي فيديوهات أحب أعرف رأيكم بالكومنتات، وأحب تشجعوني وتنطوني لايك وتسووا له مشاركة لهذا الفيديو حتى أنا أشجع وأنزل لكم فيديوهات أخرى. Düz olarak abi sadece buradakileri var. Şunlar var. Bir de şunlar var. حتى النباتات موجودة بهذا السوق، والأسماك الزينة موجودة هم بعد. هنا شوفون هاي البسطة، مواد المنزلية كلها أسعارها على 5 ليرة، يعني ما يقارب 500 أو 600 دينار عراقي. هاي هنا جواريب، زوجين جواريب بليرتين، يعني يطلع زوج الجوراب بليرة واحدة. طبعا بهذا السوق هم اكو الجديد واكو المستخدم. هنا نايلون ميز الطعام، انواع واشكال حلوة. الأحذية هنا هم أسعارها كلش مناسبة، يعني بداخل السوق تلقين أسعارها 100 أو 85 أو 150. هنا تتراوح أسعارها من 50 إلى 40 إلى 80 ليرة. طبعا هنا البيجامة ب5 ليرة، يعني سعرها كلش مناسب. وهنا السويترات أنواع وأشكال هواي حلوة. وهنا هاي البنتوف هواي عجبني. نكد علامي. طبعا هنا هاي سعرهن 40 ليرة، يعني فرق من الأسعار مالت العراق. يمكن أعتقد ب5000 عراقي موجود، هنا 40
ليرة تركي. Evet 20 lira bayanlar 20 lira. هنا قطع الجاكيتات كلها على 20 ليرة، يعني أسعارها مناسبة وحلوة. هنا مكان خاص للخياطين، طبعا كل شيء ما يحتاجه الخياط موجود بهذا الفرع. طبعا هي أفرع وشوارع متعددة. هنا نوع الستائر الموجودة، طبعا أنواع الستائر كلها تول موجودة، يعني هنا بتركيا ما يستخدمون لا القديفة ولا أنواع أخرى. هنا كله تول. وهنا مثل ما قلت لكم الأسعار مالتها كلش مناسبة، يعني تلقين البردة كاملة مخيطة ب80 و100 ليرة. هنا هذا الشارع مثل ما قلت لكم شارع يحتاجه كل ما يحتاجه الخياط. طبعا من ضمنها اكو زوالي، والزوالي هنا او الموكيتات اسعارها مناسبة، يعني تتراوح من 50 فما فوق لحد ما توصل 150 او 170 ليرة. هنا مفارش الطبلات، طبعا اشكالها هاي المطرزة اشكالها كلش حلوة وناسكة، هم اسعارها تختلف عن اسعار السوق العادي. هنا اسعارها تقريبا 7.5 ليرة واكو 20 ليرة، يعني هذا القسم 20 ليرة واكو الاصغر من عدها ب7.5 ليرة. اسعارها مناسبة جدا. هنا مثل ما قلت لكم شنو ما يحتاجه الخياط موجود بهذا المكان، او اللي يسوون اعمال يدوية كلها موجودة هنا واسعارها جدا مناسبة. اللؤلؤ والبولك والدقم واللاستيك، شنو انواع اللي يحبها الخياط او اللي يشتغلون الاعمال اليدوية يلقوها بهذا المكان. وهذا السوق بعد هم كلش كبير، طبعا بالإضافة إلى قطع القماشات الموجودة هنا. هنا السويترات أسعارها 35 ليرة، أسعارها حلوة وألوانها هم جدا حلوة. هنا هاي الجواريب 3 زواجة ب5 ليرة، بما يعادل 700 دينار عراقي. طبعا هذا السوق ايش قد ما هو كبير ابد ما تحسين بضوجة وانتي تفترين، لان سوق عامر كل شي بيه، والاشياء كل شي اللي تحتاجها المرأة موجودة بهذا المكان. وهواي يتونس، يعني هسه انا امشي بهذا السوق ويعني متأكدة انكم تحبون تمشون بهذا السوق وتتفرجون. طبعا بكل دول العالم موجودة مثل هالشكل أسواق، بس سوق عن سوق يختلف. أنا أختي تقول بألمانيا طبعا هذا الصميت كلش طيب
لازم نفطر بسوق الأربعاء، لازم ناكله، لأن الكل اللي يمشون هنا لازم ياكلون هذا السميط. أرجع وأسولف لكم على شغلة أختي بألمانيا، تقول عندنا سوق الأحد، بس من إجت هنا تركيا قالت سوق الأحد مو مثل باقي الأسواق مالتكم، يعني سوقهم يكون صغير، هنا سوق الأربعاء يكون كبير. بالعراق بالبصرة أكو سوق الجمعة موجود، هم نفس الشي، نفس هذا السوق، بس هم مو بحجم وكبر هذا السوق. طبعا هنا فترة الصبح تشوفون عدد الناس شوية قليل، بعد الأذان الظهر أو بعد الظهر راح تكثر الناس الموجودة هنا. هاي التلبيسات مات الدواشق، هنا مال نفر، وهنا مال نفرين ب20 ليرة، والنفر واحد ب15 ليرة. تلبيسة للدواشق كلش مريحة بحيث لا تتمزلق ولا شيء. هنا هاي الستائر طبعا شكلها روعة، ونازل من عندهن كل لؤلؤ، شكلها كلش ظريف. Bayanlar 3 baron yaptık hanımlar, bayanlar. طبعا مثل ما تشوفون هنا هذا الشارع والشارع الثاني اللي بصفه هذا سايدين، شوف ما شاء الله البسطات على طول الشارعين. طبعا مستحيل أحد يجي بتركيا ويجي محافظة ساكاريا ما يزور سوق الأربعاء. هاي شغلات الحمام، الأكسسوارات موجودة كلش حلوة هنا، الزوالي والموكيت هم ألوانها وأشكالها كلش حلوة. تعالي منا. هنا هاي البسطة دائما تكون أسعارها هواي رخيصة، الترانشوزات والأحذية والبوتات أسعارها مناسبة. يعني هنا البوت النسائي ب40 ليرة موجودة بهذا السوق. كل نوع من هاي الأنواع ب40 ليرة، يعني أي بوت تختارينه هو سعره ب40 ليرة تركية. يلا عيني. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Açıp bakabilirsiniz. هذا حلو. سامي. هنا الكفرات الموبايلات والأكسسوار الموبايل موجودة. كونس. هاي هنا مكتوبة قطعة أي حاجة تختارينها من هاي البسطة ب5 ليرة. هنا بس هذا النطوس مالت الطواقن مالت الشوي 4 ب10 ليرة، بس باقي البسطية كلها ب5 ليرة.
طبعا يمكن تشوفون الفيديو طويل بس ممتع. أنا بالنسبة لي هواية استمتع بهذا المكان. أحب أغطي السوق بأكمله، مثل ما قلت لكم السوق هواي كبير، فحبيت أغطي لكم أكثر على قد مقدوري من هذا السوق. هاي أنواع الصبيرات، أكو على 5 وأكو على 10 ليرة. طبعا هنا أكو الجنط وأكو ألعاب الأطفال، ومثل ما قلت لكم حتى المخضر إن شاء الله ندخل بيه ونسوي هم جولة بيه نشوفونه. هنا كل قطع 3 قطع ب5 ليرة موجودة بهاي البسطية. ما ادري والله شنو تبين يعني. هاي هنا الكوشات أشكالها كلش ظريفة. أسعارها ب20 وب25 ليرة، بس حجمها كبير. هنا الشمسيات شلون معلقيها شكلها ظريف. هنا الشمسيات تقريبا ب30 و35 و40 ليرة تركي. طبعا هنا بتركيا مدام قاعدين بتركيا الشمسيات لازم تفيدنا صيف شتاء، لأن هم أمطارهم موسمية، حتى بالصيف هم تمطر عندهم، فالشمسية ما نقدر نستغنى عنها هنا بتركيا. هنا سوينا جولة سريعة بسوق المخضر. طبعا قد حجم السوق مات الملابس والمفروشات، سوق المخضر نفس الكبر، بس راح اخلي لكم مقطع صغير، ما اقدر اشوفكم السوق المخضر لان الفيديو يصير هواي طويل. هنا هاي نوعية الخيار اللي تصير محببة تجنن بالطرشي، هواي انا احبها واشتريها لان ما ينمرد، يبقى الطرشي قوي ويقروض. احنا العراقيين نحب الطرشي من يكون مقروض، وهذا الخيار نوعيته كلش حلوة بالطرشي. هنا بما انه جاي نفتر بسوق المخضر، بس هم اكو بسطات بيها مواد منزلية موجودة هنا، يعني مثل شغلات البلاستيك اللي نستخدمها بالمطبخ موجودة بهذا المكان. وهاي السمك هنا أشكاله وأنواع السمك مالتهم والصغار. هنا الفاكهة المجففة موجودة والتمر.
هنا معصارة تعصر الزيت حبة البركة أو الحبة السوداء فريش بنفس الوقت. هنا طبعا جعنا ولازم ناكل سندويش السمك. طبعا ما أقول لكم طعمه شقد طيب. سندويش السمك يخلونا إياه بالصمون وناكله بتشيل. هاي لفاتنا، هاي لفاتنا سندويش السمك. علينا بالعافية، انتو سهمكم العافية. بعد ما شبعنا راح نكمل جولتنا. Siyah tokalardan tak, saça tak. Hal yap, bileklik yap, bir de Nisa gibi şurada da yapabiliriz. 20 lira yapar. هنا الاكسسوار مال البنوتات الحلوة والفضيات، طبعا اشكالها جدا روعة. Hayır efendim. Kararma olursa hemen geri getirin. Bizim ürünlerimiz öyle. 20 lira yapıyoruz. 20 evet doğal. Hanımefendi ben 15'e var. Çantada cüzdanla indirim yaptık. طبعا مثل ما تشوفون صار السوق هواي مزدحم، بحيث بصعوبة أصور وبصعوبة أتحرك، يعني صار كلش ازدحام. هاي أنواع الخشب، لماعين أشكالها جدا ظريفة. أنا من النوع اللي أحب الشغلات الخشبية كلش هواي. هنا السلات أو السبت مثل ما يقولونها اخواننا المصريين، وماعين وقوالب وحتى قناديل وقوري، كلها من خشب موجودة. يعني القبقة مو إلا هو كله سيراميك وخشب، أشكالها هواي حلوة. أكثر شيء ختمناها بعد ما اضطرينا لازم نشرب استكانة شاي، دخنا وتعبنا. وصلنا لنهاية الفيديو.